عندنا 5 حاجات اتخلقنا أو من يعني حكمة خلقنا هي 5 أشياء، هي بإيجاز أنا هاشرح هاقولهم دلوقتي بإيجاز، وبعدين هاخد واحدة، واحدة لوحدها، لإن أنا حسيت إن هُم كتير أوي، يعني أنا هابقى مضغوطة في الحكاية لإني مش عايزة أطوّل، ف يعني الشرح هياخد معايا وقت طويل وعايزة أستفيض أكتر في شرحهم، يعني هاقلل المقدمات وأخش في الموضوع. إحنا طبعًا إحنا الحقيقة اللي كلنا عارفينها كمسلمين بفضل ربنا إن إحنا خُلقنا للعبادة، طبعًا خُلقنا للعبادة الحمد لله، بس كانت في حاجة دايمًا بتشغلني، يعني أكيد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش بس للعبادة، يعني كان في حاجة دايمًا تبادر في ذهني كده، هو سبحانه وتعالى بهذا الملكوت العظيم وهذا الجبروت العظيم وهذا الإله عنده من يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار، وسبحان الله يعني في ملايكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم. إيه السر؟ يعني في حاجة برضه كانت عايزة أفهمها، باحب أفهم. فالمهم وأنا بادوّر في ختمة من ختماتي كده، ركّزت في النقطة دي، بيبقى دي يعني شوية فتح من عند ربنا، ربنا بينوّر كده بصيرتك. فاكتشفت إن أنا كنت كل ما ألاقي آية بتتكلم عن الخلق، هم مش على سبيل الحصر، هم على سبيل اللي أنا عرفته، يعني اللي أنا قريته أو مَر عليَّ. لإن هو إحنا عندنا مفهوم واحد وهو العبادة. أنا يعني استقبلت كام آية منها العبادة، منها الابتلاء، إن إحنا بنُبتلى، ودي ليها آية في القرآن، إن إحنا جينا في الدنيا ربنا خلقنا عشان يبتلينا. رقم 3 جينا علشان السعي، نسعى في الدنيا. رقم 4 جينا للاستعمار، ربنا سبحانه وتعالى استعمرنا في الأرض. ورقم 5 وهي أن يضع الحجة علينا.